بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. الإنسان بين الألم والأمل والعمل والأجل، هي محطات. هذه خلاصة حياة الإنسان: ألم، أمل، عمل، أجل. أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء المبارك كما تفضل شيخنا الجليل رفع الله قدره ورفع الله قدركم جميعا، ونحن في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي بكر الصديق في سطيف العالية الغالية، التي سجلت حضورها في جميع مراحل التاريخ الجزائري المشرق. لم تكن غائبة، كانت حاضرة باستمرار في جميع المحطات، علما، جهادا، عملا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه الولاية وأن يحفظ بلدنا الجزائر من كل سوء. الإنسان بنادم. نذكر إخواني بأن القرآن اهتم كثيرا ببناء الإنسان، وهو أصعب من بناء العمران. في العمران خير كثير، مش واحد يبني عمارات، يبني بنيان، صعب، ولكن الأصعب بناء الإنسان. لذلك جاء الوحيان، الكتاب والسنة، من أجل بناء هذا الإنسان. وربي سبحانه بعد ورى طريق الخير، طريق الهنا، طريق السلامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الإنسان كرمه الله. احنا بنادم أفضل الموجودات هو الإنسان، أفضل من الجمادات والنباتات والأشجار والبهائم والحيوانات وإلى غير ذلك، بل الكل مسخر له، كل شيء مسخر للإنسان. وهذا مظهر من مظاهر تكريم ربي سبحانه لبنادم. وربي قال في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. لذلك في الشريعة علماء الشريعة يقررون أن كرامة الإنسان في آدميته، ما دام هو بنادم فهو مكرم. من مظاهر التكريم أن أرسل الله النبيين والمرسلين للبشر باش ما يضيعوش، باش ما يتيهوش. ربي قال كما في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي، يوحى قراءتان، إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ربي يذكرنا في هذه الآية بالأصل الأصيل الجامع لجميع النبوات والرسالات. ربي ورسالة شريك، ربي واحد. قل هو الله أحد، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين. هذه مسائل مهمة جدا نذكر أنفسنا بها باستمرار، لأنه أعظم كنز يملكه الإنسان هو كنز الإيمان، أنه يعيش مع ربي، يعرف ربي ويعيش معاه إلى أن يودع هذه الحياة. إذن ربنا جل جلاله كرم الإنسان. مظاهر التكريم لا نحصيها عددا. ثم أن هذا الإنسان أعطى له ربي سبحانه عز وجل مقومات الحياة من هواء وماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء الآية 30. ربي ذكر هذا المقوم الماء في القرآن
نعمة من النعم تقوم عليه حياة الناس، حياة البهائم، حياة الحشرات، حياة النباتات، كل شيء. لا يمكن الاستغناء عن هذه المقومات من هواء وماء وغذاء وكساء ودواء، مقومات الحياة. وسبحان الله، ربي من أسمائه القيوم، لا يحتاج إلى غيره، يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره. أما نحن معشر البشر، كل الكائنات لا يمكن الاستغناء، لا يمكن لها أن تستغني عن الله جل جلاله. إذن هذه من باب التذكير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الآن هذا الإنسان يدخل في امتحانات لا تعد ولا تحصى. كل واحد منا الآن يتصور يتصور الامتحانات التي تنتظره والامتحانات السابقة. نرجو أي واحد منا يقول لك والله غير ربي جربني بالمرض، والآخر يقول لك جربني بالخسارة، درت مشروع تجاري استثماري، درت له دراسة الجدوى، بسم الله ما شاء الله، من بعد في الأخير ما مشاتش. ويجي واحد آخر فلاح يقول لك أنا زرعت وحرصت ما كانش. امتحان. لو كان ثنتيس حساب وفلاح وثنتيس زرعارة مثلا، الفلاح كي يزرع، ولكن لو كان يدير حسابات العام الجاي ما يزيدش يخدم، ما كانش، ولكن النية نتاع الفلاح نية قوية. يقول لك العام الجاي نرجع أنا ندير شغلي، أتخذ الأسباب وأتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله. إذن أيها الإخوة الكرام، كل واحد منا يتذكر الامتحانات السابقة، ماشي غير الذراري اللي عنده امتحانات البيام والباك لا حصرة، كاين امتحانات كثيرة جدا. ثم أن الله قال زيدوا بريباريفوس، يعني حضروا رواحكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربي اللي قال هيك، سورة البقرة في الآيتين 155 156. في سورة الملك الآية الثانية، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن متفاهمين باللي الدنيا هذه الدار نتاع الابتلاءات، نتاع الاختبارات والامتحانات، وفي النهاية هي فيها ألم، فيها آلام. درنا المحطة الأولى الألم من باب تقريب الأفكار إلى الأذهان. لماذا؟ اللي يخسر في التجارة يتألم، لمريض في الدار ولا في المستشفى يتألم، وممكن هذاك اللي مرض في الصحة نتاعو يقول لك نقبل كل شيء ما عدا الصحة، والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ما عندناش اللوزين اللي تصنع الصحة، ولا الحانوت اللي يبيع الصحة. نسأل الله أن يحفظ لنا جميعا صحتنا، والمرضى نسأل الله لهم الشفاء. المرض ماهوش سهل، والأمراض أيضا كثيرة جدا، كما نقراو في الكتب والمجلات الجديد في العلم، الجديد في الطب، نقراو الجديد في الأمراض. هذا أيضا فيه مفاجآت كثيرة جدا في عالم المرض، نسأل الله العفو والعافية. إذن الألم ماشي غير احنا، حتى الذين ذكرناهم الأنبياء والمرسلين هم ثاني يا ربي جربهم. كي تفكر أيوب، يا أخي أيوب ربي جربه. احنا درك نقولوا يا ربي أعطينا الصبر أيوب، الصبر مرض صحته، وربي قال في سورة الصاد إنا وجدناه صابرا. حلوة، خاطر باش تقابل
المرض ماشي سهل، تقابلوا بالصبر واتخاذ الأسباب. إنا وجدناه صابرا. جميع الأنبياء كل واحد كيفاش جربوا ربي سبحانه بما يشاء لا بما يشاءون. ونحن أيضا نستنبط هذه القاعدة العقدية في تعاملنا مع القضاء والقدر، مفادها أن الله يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، كيفما شاء لا كيفما نشاء، متى شاء لا متى نشاء. ربي يجرب سويني كيفغا ماشي سويني نبغى، أكني كيفغا ماشي أكني نبغى، ملمي كيفغا ماشي ملمي نبغى. مسائل مهمة جدا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ربي ثاني جربه. وتعرفوا كاع الأنبياء، نقول لك سيدنا يعقوب على بالك، أو جابوا له قالوا يوسف كلاه الذيب، هذه سهلة، هذه ماشي سهلة. جاو ولادو ماشي واحد آخر، ماشي يقول لك شك، لا بيقين. ولادو جابوا له خبر، قالوا له يوسف كلاه الذيب، وكانوا يبكيوا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب كلاه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا الصادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ولكن هنا واش قال في الآية 18 من سورة يوسف؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الكبدة تلقاها كما يقولوا، الكبدة نتاع الوالدين جي بي اس، هذه بقت باش نفهموا الكبدة. فصبر جميل، الآية 18. لازم الإنسان يستقبل هذه الابتلاءات بالصبر الجميل. تفهمنا؟ يلا. وربي ذا قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وجدت آية أخرى تبدأ بالفاء، فاصبر، في سورة الأحقاف الآية 35. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هنا لازم يطلع، ماشي حاجة سهلة. أولو العزم تعرفوهم، شيخ الأنبياء نوح، موسى كلم الله، إبراهيم خليل الرحمن، عيسى المسيح، والخاتمة محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. هو ربي قال اصبر، يحتاج إلى ريفيرونس، مرجع. صبر كيما صبر هذوك أولو العزم في سورة الأحقاف. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صارت واقعة من الواقعات، وين النبي عليه الصلاة والسلام تقاس في قلبه مليحة. تعرفوا ايش قال لهم؟ والحكاية معروفة، قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله تجرح. الحكاية معروفة. بعدين قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فطبق مضمون أو مقتضى هذه الآية، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وحنا هذه تصرف في حياتنا. تشوف واحد مرض تقول إيش واحد يزور سبيطار برك المستشفى يولي يحمد ربي على الحالة نتاعو، يقول شحال لي مرضى أكثر مني في كل شيء. هذه من الأمور المصبرات يتعاون على الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن نتجاوزوا هذه المحطة بسرعة، نقول الحياة فيها ألم. نسبة الألم، عدد الألم لا ندري، الله أعلم. ولكن نحن أمرنا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول قدر الله وما شاء فعل. نروح المحطة الثانية، الأمل. لازم يكون الأمل. الأمل على بالكم هو اللي يعطينا الكوراج، هو اللي يعطينا الشجاعة، وإلى مشكلة. هذاك الفلاح اللي زرع تعب وحرث من بعد ما كانش،
أولا يحسن استقبال القضاء والقدر، ثانيا يكون عنده الأمل ويرجع للخدمة، لازم يخدم. كذلك ذاك اللي خسر الامتحان، أولادنا اللي خاسر الامتحانات عادي، اعتبروا نجاح مؤجل. ما تقولش أنا فاشل، ولا قل نجاحي مؤجل، كمل قدام. اللي دار مشروع تجاري خسر، ما يلزمش ييأس، يزيد يعود، يشوف مواطن الخلل. نتعلم من الوحيين ما يزرع فينا الأمل. مادام دينها بيوسف نرجعوا ليوسف، سيد صورة يوسف. واش قلنا يعقوب واش قال لولادو كي قالوا له يوسف كلاه الذيب؟ قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زيد شوية لقدام، هذه الآية 18 كي توصل الآية 83 تلقى الأمل. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. هذا أمل ولا ماشي أمل؟ شفتوا يعقوب كيف تعلق قلبه بالله، وبعدين زرع في قلبه الأمل، لم ييأس. نزيد لكم، من بعد كي جمع ولاده قال لهم روحوا حوسوا على يوسف، روحوا بحثوا عليه. وين ذا يوفى؟ قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. القرآن عجيب. قال لهم ما تيأسوش من رحمة ربي. وهذا هو المطلوب منا. اليأس كما يقول الحكماء، اليأس يقتل الفضائل في النفوس. على بالكم واحد كي يأس خلاص. لذلك اليأس هذا ما يلزمش يدخل قلوب المؤمنين والمؤمنات. من يأسوش من رحمة ربي، حتى اللي عصوا ربي غارقين في الذنوب، ربي يقول لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا ماشي غير ذنوب صغيرة، إسراف على أنفسهم. بعدين قال لهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تيأسوش، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلا استثناء، إنه هو الغفور الرحيم. وهذه هي أرجى آية كما تعلمون، أرجى آية هي هذه. لذلك يا جماعة الخير، على بالنا نحن نعيش في الدنيا وكاين منا من فقد التوازن. يلا كاين منا تعرفوهم ونعرفوهم مع عائلتنا ولا أصدقائنا، ولا تلقاه ما شاء الله كي تطيح عليه المشاكل يروح له كلش، يديزيكيليبري كاع والو، راح كلش. يقول لك واش رانا لهنا وكذا، والمصائب راهي هذه مر هذه. المصائب تأتي تترى متلاحقة، ولكن ربي قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ذاك نرجع، هو ربي قال في سورة الإسراء الآية 82 وننزل من القرآن ما هو، قولوها برك حبيت نسمعها منكم، شفاء ورحمة للمؤمنين. ربي كيهضر على العسل ثامنت قال شفاء للناس، العسل شفاء للناس، طائع عاصي مؤمن كيف كعادي. مش الشفاء الثاني لا هذاك لوردونونس في الوصفة ريحة للمؤمنين. الآية 82 من سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك احنا في الأمل هذا منين نجيبوه؟ الأمل في ربي سبحانه، الأمل في الله جل جلاله. هو ذكرنا من قصة يوسف ما يزرع فينا الأمل. وصدق الشاعر إذ يقول أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
هذه المحطة الثانية. صافي عندنا أمل. يا اللي خسر في القراية لازم يكون عندك الأمل، ولكن لازم تزيد تقرأ. يا اللي خسر في التجارة لازم يكون عندك الأمل، ولكن لازم تخدم. لازم. وقل اعملوا معناه الجميع مطالب بالانتقال من الأمل إلى العمل أو الخدمة. الخدمة هنا كاين كلام كثير، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أول حاجة ربي سبحانه قال خدموا. وقل اعملوا، سورة التوبة الآية 105، الآية الخامسة بعد 100 الأولى. ربي راه يقول الخدمة الخدمة. وقل اعملوا معنى فسيرى الله عملكم. وعلى بالكم هذه الآية لا تنصرف إلى أمور الآخرة ولا كل شيء، الدنيا والآخرة ولا لا. هل كان تجيب واحد يدير لك تريسيتي ولا لا بلومبري، ولا يدير لك الفلاحة، ولا يبين لك الحيوط، إذا خدم خدمة مليحة أنت تفرح وهو يفرح ولا لا، وإلا يعودها هو ولا واحد آخر. علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان مطلوب بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استقبالي تقارن يير الشغل يتقال ذي فافيس. واش معناتها؟ معنى واحد كي يخدم خدمة أبيبري ماشي خدمة كاملة، الخدمة هذيك المعوجة تحلف في مولاها، تحلف فيه وتحلف فيه حقيقة. معنى يقول لك لازم تعودني، وصح هو ما كاينش حاجة واعرة كيما تعود الخدمة. خدمة مخدومة ماشي مسقمة، تعودها من جديد. يير الشغل يتقال ذي فافيس، إتقان. مما يساعد على الإتقان الآية 105 ربي يقول وقل اعملوا. شكون اللي يشوف الخدمة نتاعكم؟ كلش، كي الصلاة كي الصيام كي الزكاة كي الحج والعمرة، كي العمل الخيري كي العمل العلمي كي التجارة كي النجارة كي الفلاحة، كل شيء ربي راه يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أول مطلع على الأعمال يعلم السر وأخفى ورسوله والمؤمنون. والرسول الثاني تحب تخدم اللي يفرحها ولا اللي يفرحوا. علاش قال ربي سبحانه في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أو ماشي سهلة يعني. في سورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذه الآية بكاته النبي عليه الصلاة والسلام بكى كي قال لابن مسعود قرأ لي الآية هذه سورة النساء، بدأ يقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى وصل الآية هذه الآية 41. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، حبس. الصحابي يقول نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان الدموع، يبكي. هو ماشي سهلة، نعود نقراها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول العلماء امتزجت لديه دموع الفرح مع دموع الحزن. دموع الفرح كي يشوف هذوك المسلمين الشاطرين اللي أقاموا الحجة وبرأوا الذمة يفرح لهم، وكي يشوف الآخرين اللي أبيبري يعني ما كان لا عبادة لا طاعات لا عمل خيري لا عمل صالح والو لا شيء، يحزن لهم. لأنه رب الكبد على المسلمين يحب يقول أمتي أمتي. وقد ترجمها الشاعر قلك يا عين لقد صار لك البكاء عادة فصرت تبكين في فرح
وأحزاني. إذن العمل، نرجع الآية 105 سورة التوبة: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعد ربي قال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وزاد ربي واش قال في سورة العمران الآية 136: ونعم أجر العاملين. زدوا الحسنات. وجات آية أخرى كما هذه، فقط الفرق بين الواو والفاء. سورة العمران الآية 136: ونعم أجر العاملين. وفي سورة الزمر الآية 71: فنعم بالفاء، فنعم أجر العاملين. هذه يوم القيامة كي يدخلوا كاع الناس الجنة، ربي يجعلنا منهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الخاتمة نتاعها: فنعم أجر العاملين. كل يونين زرع في غلث، أين زرع في الدونيث أثي غلث ذي الآخر. الآية 110 من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه واش يدير أو يخدم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمحطة الأخيرة الأجل. عشنا مع الألم، عشنا مع الأمل، ولكن الأجل ينتظرنا جميعا. ربي قال في سورة الرعد، باش نشفاو عليها، الآية رقم 11 والآية رقم 46، نحتاجوا زوج هذو. الآية 11 ربي قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي عايش في الدنيا مازال عنده الأمل يراجع نفسه ويسقم روحه وكذا. وبعدين قال: لكل أجل كتاب، 46. مع انتهى نهاية هذه الحياة، حياة الإنسان الأجل. فالحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. السلام عليكم.